السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنحضر معكم هذا البريوش اللي كتشوفوه ساهل في ثلاثة انواع ديالو، ثلاثة تشكيلات كما كتشوفوا. غنخليو لكم الوصفة ديال المقادير في صندوق الوصف. كما كتشوفوا تعجنت العجينة ديالنا كنقسموها على ثلاثة اشكالات. الشكل الاول غنقطعوه دائري بهذا السيركل اللي كتشوفوا، وما كتكونش لاباط غليظة بزاف، كتكون رقيقة شوية. الشكل الثاني كنقطعوه بقطع متساوية، باش كل قطعة كنقسمها على ثلاثة تاية متساوية باش نديروه بحال الحرابل ونضفروه كما كتشوفوا الطريقة. كنحاول انه لاباط ديالنا تكون متساوية باش كيتطفر لينا مزيان ومقاد. الطريقة امامكم. نتمنوا انه اللي وصلوا هذا الفيديو هذا يحاول يبارطاجيه، باش حتى حنا كنحاولوا نعطيو اكثر ونتشجعوا، لانه اي واحد شاف الفيديو دار جيم فالفيديو كيطلع في المشاهدات، وحنا كنتشجعوا في الصراحه باش نعطيو فيديو اخر. هنا من بعد ما كملنا الشكل الثاني كننتقلوا للشكل الثالث اللي كنديروهم طوال بحال هكا، كيجيو بحال ساندويش كما كتشوفوا هما. كنحطوهم يخمروا، كندهنوهم وكنديروهم الجنجلان، كنشرطوهم من الفوق شويه. هذا الشكل ديال الثالث. والشكل الثاني كندهنوه حتى هو الى خمر، كنديرو البافو من الفوق. والشكل الثالث راه كنديرو الكريم باتيسري من الفوق على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كل واحد والطريقه اللي مرة أخرى جيم بارطاج كومنتير اللي شاهد الفيديو، ونتمنى أنه يعجبكم هذا الفيديو هذا. والنتيجة راه أمامكم، تبارك الله، راه رائع، طاب مزيان مقاد كما كتشوفوا. ثلاثة الأنواع ديالو كله طياب تبارك الله زوين. ما بقى لنا إلا أن نودعكم ونقول لكم إلى فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.